هالو جايز، تعمل ايه لو مديرك بياخد افكارك يحطها في الدرج جنب الافكار التانية بحجة ان هم يتكاثروا عشان يجيب افكار تانية صغيرة وما بينسبش الشغل ليك ولا بيديك حقك؟ فانا جاي النهارده اقول لحضرتك ازاي تبروز شغلك وتعرف الدنيا كلها ان ده شغلك. حضرتك دلوقتي قدامك حاجه من الاثنين، يا شغال في بيئه عمل او منظومه متكامله قائمه بذاتها وفيها تدرج وظيفي وكده، يا اما شغال في طابونه عيش او عزبه. خلينا ان انت شغال في منظومه عمل، بيئه كده متكامله بالصلاه على النبي فيها تدرج وظيفي. حضرتك اول حاجه هتعملها بصوت عالي، هتجيب ميكروفون وتقول للتيم كله حتى الفراش ان انت عملت الشغل الواحد اتنين تلاتة الفلاني، وده اثر على الشغل بالطريقه الفلانيه وكانت النتيجه كذا وقد إيه انت مبسوط. ليه بقى حتى بقول لك حتى الاوفيس بوي تقول له؟ لان الاوفيس بوي ما بيسكتش، بيفضل يلف في الشركه. ما شاء الله عليك يا حبيبي يا اخويا، ده انت جامد، ده انت فشيخ، وهي لا فاهمه حاجه، بس عايزه تتبسط، عايزه تديك حقك عشان انت بتبسطها. رقم اتنين، اي ميتنج خلقه ربنا فيه مديرك انت هترشق فيه، هتطلع كيس السندوتشات الجبنه بالخيار والحلاوه وهتقعد هترقد هنا. وبصنعه لطافه كده هتاخد نفس عميق وتقول مديرك: يا فندم، ده انا لسه في فكره دلوقتي حالا جايه في دماغي ممكن اطرحها لعل وعسى تعجب حضرتك. وهي لا لسه جايه في دماغك ولا حاجه، ده انت بقالك 3 سنين بتفكر فيها وعامل لها دراسه جدوى، بس ما فيش مشكله، هي لسه جايه لك دلوقتي. حضرتك هتطرح الفكره وتشرحها وتقول ايه النتائج، لان الناس دي بتهتم بالنتائج. وبصنعه لطافه كده في الاستخبص هتقول له: زي ما عملنا في المشاريع التانية وكانت النتيجة بتاعتها 1 2 3 4، طبعا بتعليمات السيد مدير الأمن اللي هو مديرك يعني. فأنت كده ما رميتش مديرك في الزبالة، وعرفته إن أنت النتائج اللي فاتت دي كانت أنت ليك تأثير فيها، بلس إن أنت عندك أفكار وممكن تطلع أفكار جديدة. ما شاء الله، الله أكبر عليك يا حبيبي. أي فكرة تبعتها لمديرك، أي شغل بتعمله، وثقه. سوري على التفاف، أنا آسف يعني. وثقه إزاي بقى؟ ميل، واتساب، اي حاجه دوكيومنتد. طيب حضرتك بقى لو انت شغال في عزبه او طابونه عيش، يعني مفيش حل غير ان انت تكون بتعرف تعمل حاجه محدش غيرك بيعرف يعملها. انا الوحيد اللي بعمل الفينو بالطريقه الفلانيه. طيب هتقول ان ده حكر عليك، محدش غيره هيتعلم الحاجه دي؟ لا، هتعلمها لحد تاني، واللي انت هتعلمه ده هيطمر فيه وهتخليه يجري في العزبه كلها وتقول: ايه محمد ابو عباس اتعلمني كذا وعلمني كذا. فاهم؟ لازم تنشر في العالم كله ان انت الفلاني اللي كنت سبب في تعليم الفلاني كذا، زي ما انت لو اتعلمت حاجه من حد هتروح تقول فلان الفلاني اللي علمني كذا. ده ان كيس ان انت شغال في عزبه. حضرتك بقى الفيديو الجاي هقول لك اول ما تروح الشغل جديد كده طازه في اي مكان جديد تعمل ايه عشان تكتشف خبايا وثغرات المكان.